حلوين، عاملين ايه؟ النهارده يوم جديد ومعاكم توته من مطبخ حلو وحادق. النهارده هنعمل البصاره اللي زي القمر دي، بجد حكايه حكايه. وهنعمل الطماطم الجميله قوي 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 دي، والبصاره بجد ريحتها يشهي من كتر ما هي جميله. لو عايزين تعرفوا انا بعمل البتنجان القمر ده ازاي، هسيبهولكوا تحت في صندوق الوصف. بجد بعمله جميل قوي قوي قوي. يلا بينا نبتدي ونشوف معانا مقادير ايه. قبل ما نبتدي اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ودعموني بلايك قمر زيكم كده. عرفونا بنفسكم تحت في التعليقات. يلا بينا نبتدي. دلوقتي معانا نص كيلو فول بصارة اللي هو مدشوش، ده بيجاب من عند العطار عادي خالص. ومعانا وحدتين مرقة دجاج او مرقة لحمة اللي موجودة عندك. ومعايا ربطة كزبرة وربطة شبت وربطة بقدونس مقطعهم صغير بالشكل الجميل ده، او ممكن تقطعيهم اي تقطيع لان كده او كده احنا هنضربها في خلاط. ومعايا بصلاية كبيرة حجمها كان كبير شوية فانا قسمتها على بولتين بالشكل ده. ومعانا رشة كربوناتو بسيطة، ايوه كربوناتو، بتخلي البصارة تحفة قوي، بتخلي قوامها مظبوط وجميل قوي. الرشة دي عبارة عن يعني نص معلقة صغيرة. ومعانا رشة نعناع ناشف، لو مش بتحبيه ما تحطوهوش، بس بجد يعني فوائده جميلة قوي وبيخلي الاكل في حتة تانية. وملح برضو هتحطي الملح وتدوقي. معانا دلوقتي حلة على النار، دلوقتي هنشغل عليها نار عالية، ومش لازم المية تغلي خالص. احنا هننزل دلوقتي كل حاجة، هنغسل بس فول البصارة. غسلت فول البصارة بالشكل الجميل ده، هننزله. بس لما تحطي كل مكوناتك وكل حاجتك اوعي تغطيها وهي على النار عشان ما تفرش منك وتبهدلك الدنيا. ننزل بقى بكل المكونات. انت هتحطي الملح بتاعك وتدوقي لما هي تغلي، لما تغلي كده تدوقي الملح بتاعها. دايما قولي اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، كل اللي النبي يصلي عليه. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بجد بتفرق في الاكل قوي، وبتحس ان ربنا مبارك في الاكل كده، طعمه جميل. والدتي برضو بتقولك لو عايزاها حراقه حطي فلفل اخضر. انا عشان مش بنحب الحراق قوي، عندي اخ مش بيحبه، فمش هحط الحراق، مش هحط يعني فلفل. انت ممكن تحطي فلفل، تحطي شطه لو انت بتحبيها حراقه. هننزل بقى بمرقه الدجاج بتاعتنا وهنسيبها تغلي. وبعد كده هقولي بالشكل الجميل ده. احنا مجهزين 4 فصوص توم اهو نقطعهم. اول ما تغلي تحطي التوم، بجد بتبقى حركه جميله قوي، وبتخلي التوم يعني بتخلي البصاره جميله قوي وريحتها جميله. نقطعه شرايح بالشكل ده، ونجيب معلقه نقلبها. هنسيبها بقى مع نفسها لحد ما نطفي عليها. برضه هقولك تطفي عليها امتى. شوفها استوت ولا لا. بصي اول ما تلاقي الفول كده، بصي سخن قوي. استني نجيب طبق صغير. هي مش محتاجه يعني، انت اول ما تلاقي الفول بصي اتهرس كده اعرفي ان هي استوت خالص. هنطفي عليها بقى دلوقتي، هنسيبها تبرد خالص ونضربها في الخلاط. على ما البصاره بتاعتنا الجميله تبرد شويه، معانا ايه؟ معايا 4 طماطميات اهو، معانا ليمونتين، معانا معلقه كمون صغيره، معلقه كزبره صغيره، معلقه ملح صغيره او كبيره، احنا هندوق ونشوف. ومعانا 4 فصوص توم هنفرمهم. انا بحب افرمهم في الهون بتاعي، انت ممكن تفرمي في الكبه في اي حاجه، لكن احنا بقى عشان عاملين بصاره وكده فخلينا تقليديين بقى شويه. يلا بينا دلوقتي انا هفرم الثوم.
هفرم التوم وهفرم فيه الطماطمية دي اربع تربع، اقطعها مكعبات يعني صغيرة، وهفرمها بايد الهون بتاعي، وهنرجع تاني اول ما تبقى بالقوام الجميل ده. هوريهولك دلوقتي بمعلقة. بصي اول ما تبقى بجد جميلة قوي. دلوقتي بقى هننزل بالكمون بتاعنا والكزبرة والملح. هجيب رشة نعناع ناشف. انا بجيب النعناع ده ساعات بنشفه وساعات بشتريه. بصي اهو، تفركيه بقى بايدك كويس وتطلعي منه اي عيدان. نفركه بقى ايه، نفركه اهو. والدتي بتقولك فايدة النعناع ده، والدتي بتقولك علشان ما ينفخش البطن. يعني ايه ما بينفخش البطن خالص النعناع، بيخلي طعم لذيذ قوي 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 قوي. انا مش من الناس اللي بتحب النعناع اصلا، بس انا بحب النعناع الناشف في الاكل، بيبقى تحفه قوي. ونحط الكمون والكزبره والملح. نعصر بقى دلوقتي الليمون بتاعنا. جبت العصاره حطيت فيها نص ليمونه، احنا معانا ليمونتين زي ما قلنا. وهنجيب معلقتين خل كبار، اعصر الليمونه التانية. انت لو هتعملي في الكبه حطي كل المكونات ديت في الكبه وسيبيها لحد ما تبقى بالقوام ده. شوفيها لما تبقى بالقوام ده كده تقومي شايلاها. ونجيب معلقتين خل كبار، ادي معلقه وادي التانية. ممكن تحطي شطه، يعني لو بتحبي الشطه او كده حطي شطه، حطي فلفل، ممكن تفرمي فلفل كبه وكده. دوقي بقى ملحك مظبوط مش مظبوط. هنحط شويه ميه صغيرين قوي. حطينا حوالي معلقتين كبار ميه. دوقي بقى مظبوط مش مظبوط، اظبطي ملح. دلوقتي جبت علبه بالشكل الجميل ده. هنجيب الطماطمية بتاعتنا، نشيل الحته اللي من فوق دي ونقطعها 4 تربع. نحطها ونفتحها بالشكل ده كده. انت ممكن تكتري، لكن انا يعني فرد ولا اتنين بس هما اللي هياكلوا طماطم بالشكل ده. تفتحيها بالشكل ده كده تحطيها. بجد بتبقى طعمها حكاية حكاية حكاية. جربيها، واكيد انت يعني اكيد حضرتوا زمان ايام والدتكم اجدادكم لما كانوا بيعملوا الوصفة ديت، كانوا بيعملوها بالشكل الجميل ده. هنزل بقى دلوقتي بالخلطة بتاعتي بقى شكلها لذيذ بالشكل الجميل ده. هنحطها بقى في التلاجة لحد بصلتين بالشكل ده عشان نحطهم فوق البصرة من فوق. وهنحط معلقتين نشا ومعلقتين دقيق. مجهزين زيت على النار سخن قوي. ننزل بقى البصلايه عشان تحمر ويبقى طعمها حلو. بردت شويه ونضربها بقى في الخلاط. هضرب كل الكميه بتاعتي وهقولك هنعمل فيها. بعد ما ضربتها في الخلاط انا كنت عايزاها القوام ده بالظبط. لما تيجي تضربيها وتطلع معاكي القوام ده يبقى حلو قوي. دلوقتي بقى هنعمل معانا حله فيها زيت
هنشغل بقى النار على نار عالية عادي خالص. ده شكل البصل بتاعنا بعد ما عملته، بجد شكله جميل قوي 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 وطعمه جميل. هناخد بقى من البصل اللي احنا عملناه، هناخد منه شوية. خدنا منه يعتبر زي ما انا كنت عامله بصلتين قدامكم، دلوقتي احنا خدنا بصلايه واحده بس. ريحه جميله جميله جميله. لو انتي مش هتاخدي من البصل اللي احنا عملناه مع بعض، ممكن تجيبي بصل عاديه خالص لحد ما تحمر. هنحط حبه كزبره صغيرين، يعني معلقه صغيره. هننزل بقى دلوقتي بالبصاره بتاعتنا. دلوقتي بقى نزلتها بالشكل الجميل ده، عماله اقلب فيها. هنحط بقى شويه كمون صغيرين. انا ما خدتش البصاره بتاعتي كلها، ليه؟ لان هعمل شويه صغيرين كده. بحب اعمل حله صغيره كده بالملوخيه الناشفه، تبقى تحفه تحفه تحفه. دلوقتي هنحط شويه كمون، يعني رشه صغيره قوي، متكتريش عشان ما تمررش معاكي. هي رشه صغيره حلوه قوي. والدتي بتقول هندوق الملح بتاعها. دوقي الملح وظبطي دنيتك كلها علشان تقدري انك تاكليها. بس بجد طعمها جميل قوي. لو ما بتحبهاش بعد الفيديو ده اكيد هتحبيها، تندمي اصلا انك ما كنتش بتحبيها. مع بصير وهقوم معاها فجل، ولو كرات هات كرات برضه، وقطه مخلله وبتنجان. عيش حياتي. القطه اللي احنا خللناها مع بعض وبتنجان برضو، هتلاقوا الفيديو تحت، هسيبهولكوا في اللينك بتاعه، هسيبهولكوا تحت في صندوق الوصف. نسيبها بقى تاخد غلوه كده، وبعد كده هنسيبها لحد ما تغلي. مستنيين اللي هي البصاره بالبصل اللي هي تغلي بالملوخيه الناشفه زي ما قلت لكم. معانا نص كوبايه صغيره ملوخيه ناشفه. ممكن انتي تنشفيها في البيت، ممكن تجيبيها من عند اي بياع، بس بجد بيبقى ليها طعم تاني خالص. نجيب معلقه ونظبط بقى الملح بتاعها. انا كنت حاطه ملح في الاول، بس برضو بتحتاج ملح تاني بعد ما بنقلب كده لحد ما الملوخيه تدوب معاكي. حط لها بقى شويه ملح يا دوبك هتغلي غلوه كده وتروحي طافيه عليها. وصلنا لنهايه الفيديو مع القمر ده كله. بجد تحفه تحفه تحفه. ريحه جميله تاخدك في كوكب تاني خالص من كتر ما هي جميله. والطماطم اللي احنا عملناها مع بعض وبتنجان القمر ده، ممكن لو انت عايزه تعملي بتنجان دوت انا هحطلك اللينك تحت في صندوق الوصف. بجد بعمله جميل قوي، مش بشكر في نفسي طبعا. انتوا جربوا وهتقولوا لي كان هو حلو ولا لا. بجد ريحه جميله. جنبه بقى بصل اخضر مع بتنجان القمر ده مع رغيفين حلوين كده، وبألف هنا ست البنات. بجد جميل قوي. احنا هنحطها في التلاجة لان انا بحب اكلها سخنه، يعني بحب قصدي سوري اكلها بارده، تكون ساقعه كده. هنحطها في التلاجة وكمان شويه هاكل منها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب الفيديو يكون عجبك.